تكلمنا على أهل غزة، قلنا على يطلبوا من المخلوقات ما يطلبوا من الخالق، ضجة نوضها على هذا مش كلامنا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا مش كلامي أنا. كيف اسأل المنافقين؟ قلنا إذا توصل بعباد الله الصالحين، مش بعباد الله المنافقين والكافرين. توصل بهم، هذا مبدأ. يعني لابد هذا الكلام قلنا تراجعوا وراه الضجة وكذا. لا أبالي، أنا ما قلت كلام بلا ما أفكر فيه، بلا ما أنا عارف واش قلت واش ما تابت عليه، ما نتغير. يعني في السجود نقول اللهم انصر المجاهدين على الصهاينة والصليبيين والمنافقين. كل يوم في السجود نقولها. جل الناس راهم منافقون. لما يغير على هذا الأمر وهو يدعي الإسلام، وما يغير على ما يقع بالمسلمين اليوم. هو مسلم ما عنده شعرة من الإسلام. كل مليار مسلم يتفرج، قليل منهم راه يتحرك في باطنه فقط. نرضى بالكفر ولا نرضى بالله، لكن الأخطاء في هؤلاء المجاهدين الأخطاء منهم. بدل ما يتضرعون النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون ما أعلموا، لا بكيتم كثير ولا ضحكتم قليل، ولا بكيتم كثير ولا خرجتم إلى الصعادات تجأرون إلى الله، مش بالمظاهرات وبالدعايات وبالصياح. وطلبوا الكنائس وطلبوا اللي راهم يتفرجوا مش عارفين. هذا عامة المسلمين مش من اللي بداوا عارفون الحق مع الباطل، عارفون الصهاينة خبثاء بالله راهم يقتلوا في المسلمين ويجوعوا فيهم ويعذبوا فيهم العذاب الشديد كل المسلمين ويتفرجوا. هذا باغي تحتاج، باغي يطلب منهم، ما راهم يشوفوا هذا، راهم يشوفوه إذا كانوا مسلمين. تحتاج تطلع تطلب منهم ما يتحركوا. طلب مولاك. سمعتوا جماعات تخرج للفضاء وتطلب مولانا وتضرع وتبتهل؟ ما كان. هذا اللي قلت انا، طلبوا مولانا. ما هذو راهم يشوفوا، مش محتاج بس تطلب منهم. اطلبت منهم من اللي بدا هذا الامر وانتم اطلبوا، ما كان اللي يسول عليكم. طلبوا مولانا يسمعكم وقادر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ولا أنا مش قادر واش نبقى نطلبوا من أعداء الدين، حتى من أهل الكنائس اللي كانوا نطلبوا منهم يعينونا. اطلبوا مولاكم، قال لكم ما يعطيكم، ما يسمعكم، مش قادر. ما هذا اللي يطلبوا منهم ما خافي عليهم شيء حتى يطلبوا منهم. لو كانوا مؤمنين، ما مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اطلب منه. قال طلبتم منه الدعاء. هذا كيف ذكرنا الدعاء، قال لك الدعاء ما يجيب له الصواريخ قنابل من السماء. الجهل هذا والغباء هذا بالامس. وقال لك تعاود الموضوع وتتكلم عليه اخطات. وما كنتم فاهمين التوحيد من الشرك. نعاود نفس الكلام ونزيد عليه، وماني خايف. أنا ماني ندعي الباطل ولا نحارب الحق، مستحيل. إنما الأخطاء ماني قبلها. هو اعتبرنا نخطئ، قال لك
كل كلام يؤخذ منه ويرد. قال لك خطأت، عالج الخطأ، ما نعالجه وما نرجع منه. وشعلوا ناركم. ايش قلت؟ قلت شيء خلاف الدين، احنا مرجعيتنا الدين. ما قلت شيء خلاف الدين. احنا ينكروا علينا التوسل بالصالحين وهم يتوسلوا بالطالحين. هذا منطق. الصالحون مولانا هو الذي وعدهم بالاستجابة. إذا توسلنا بهم، التوسل بهم مستحب منه، ولما نتوسلوا حتى واحد مولانا نطلبوا منه مباشرة، ولا نتوسلوا بالصالحين. أما الصالحون لا نتوسل بهم شرك، ونتوسلوا بالطالحين بالفاسدين بالمنافقين، نتوسلوا بهم باش يعاونونا وباش ينقذونا. يقول لك كاين هذا، كاين عندك انت، انا ما نؤمن به. نؤمن بالله سبحانه وتعالى، ما من دابة الا هو اخذ بنصيتها. مش النصر ومن نصره الا من عند الله. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الشهاد. مش في الكافرين كفار. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الكافر بين يعينه وقال له لا، لا نستعين باعدائنا في هذا الامر. ما تستعينوا، احد يقتل فيك وانت تستعين به. امريكا تقتل فيك وتعطي السلاح، واوروبا كل تعطي السلاح، وانتم تستنجدوا بها باش تنقذكم. كل هذه الاسلحه راهي تعطيها اوروبا وامريكا لاسرائيل مجانا، وانتم تستنجدوا بالكافرين باش يشوفوا لكم الحل. شد العمى هذا، وما زالت تعترض على من يتكلم معنى ذلك. اسكت، خليك تصبح نفسك. نحن مؤمنون بالله لا غير، لا شريك له. لا ما نقولش كيف نقول لا اله الا الله ومن بعد نعتقد نفعنا في عدونا. استعنت فاستعن بالله. اخوك لا ينفعك الا بالله، مش عدوك. ما عدوك هذا وهم. قال لك اللي يرجو اللطف من اعدائه يستحق الصفع. ذلك الذي ينتظر اللطف والحنان والعطف من اعدائه. هذه حالة المسلمين اليوم. والغريب اهل الاسلام هذا ما يقول لك ينتظرون اللطف ولا والاعانه ولا شوفوا لهم. وين كانت هذه؟ ابدا ما تكون.